السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم أينما كنتم وأينما وجدتم، معكم أنا سمية. طبعا على مبدأ دايما إن احنا بنحب نوثق كل حاجة. طبعا انتوا عارفين إن في مشكلة دايرة مع واحدة حيزبونة اسمها بوسي. بوسي دي طبعا طالعة تفشر على الناس هنا وتقول لهم إن أبوها لواء وإن أبوها وإن أبوها وإن أبوها. جماعة الخير، يا مش عارفة أقول لكم يا بصمجية ولا يا حورتجية ولا شوية محسوبين علينا كمؤيدين وانتوا بتناموا الطبة كده. مفيش لواء بيركب ده، مفيش لواء يجرؤ يخرج برا مصر، خاصة الجيش يخرج برا مصر إلا بعد 5 سنوات من انتهاء شغله أو معاشه يعني، أو إن هو يكون واخد قرار من القوات المسلحة بكده. ما بيعرفوش يروحوا يعملوا عمرة إلا عن طريق القوات المسلحة. مش هيخرج بقى أصل زي الفيلم الحمضان اللي حكيته لكم إن هو بيخرج عشان حكم الإخوان في سنة. بلاش هري. طبعا بوسي بعد طبعا ما اتفضحت هنا على الابليكيشن والناس كلها عرفت حقيقتها، اللي هي اصلا كان في ناس عارفاها ومطرمخين، اللي انا هموت واعرف ان شويه المعرضين دول اللي بيدافعوا عنها اوبجيكشن هي ماسكه عليكم ايه؟ لان ببساطه جدا انتوا بتقولوا ان انتوا محسوبين على المؤيدين، وانتوا زي ما قلنا انتوا بتناموا ايه على بطنكم وبتاخدوا ايه فيها. لما ديفا المحترمه اتشتمت منها، لما شيماء المحترمه اتشتمت، لما ام سما المحترمه اتشتمت، لما نغم المحترمه اتشتمت، لما سلافه المحترمه اتشتمت، ودول محسوبين على المؤيدين. ولما منى بركات المحترمه اتشتمت، ولما امل المحترمه اتشتمت، ودول محسوبين على المعارضين. وما خفي كان اعظم. ما شفنا لكمش حاجه يعني، لكن عمالين تهروا وتروحوا وتيجوا زي واحد اسمه ابو عبد الرحمن. كل شويه يجي يقول لي ايه، اصل جايبين اهلك، اصل مش عارفه ايه. محدش شافك يا حبيبي وانت جاي ولا بتاخد فيها الدور الجاي. بصي يا شاطر، انا موضوع اهلي انا ما عنديش تسجيل واحد صوتي وانا بعمل حاجه لاهلي، واحد صوتي حتى برد عليهم ما عنديش، لان انا واحده مؤمنه ان السوشيال ميديا حاجه وارض الواقع حاجه تانية. اهلي يقولوا اللي هم عايزينه، انا كده كده بعيده قوي بعيده قوي. انا واحده ليا حياتي ليا دنيتي، محدش مسموح له لا من اهل ولا مش من اهل يتدخل فيها. ولكن الكلاب اللي بتهوهو على ستها رانيا دايما اخر حاجه بتلجأ لها لما بتلاقي رانيا طحناهم بتروح ايه، تجري تشوف حوار الاهل. فيا عيني ايه يفشلوا ويجوا يقعدوا يقولوا لي اصل باباكي حصل له، اصل مامتك حصل لها. انا ده شرفي اللي انا بدافع عنه. دي واحده جابت في سيره شرفي وعرض انا، وانا اللي روقها. انا ما كانش معايا حد ودي بتتكلم عليا، محدش رد نيابه عني، فانا ارد بالطريقه وبالكيف اللي تريحني. والله لو جابت اهلي وطلعتهم كل يوم معاها يقولوا ويغنوا ويطبلوا ويرقصوا جنب بعضيهم كده، تطبل هي وهم يتكلموا، تطبل هي وهم يتكلموا، وترقص لهم ويتكلموا، ولا يشغلني ولا يهز شعره مني. لان زي ما قلت لكم كده ايه، السوشيال ميديا حاجه وارض الواقع حاجه تانية، وفي الواقع البحر فيه كواقع ماشي. فعايزاكم ايه تزيدوا هاري. نيجي بقى جابت لنا واحد اسمه حاتم، هتلاقوا طبعا صورة ابوها الاخوان يا ابو دقن هنا، ولا مش عارفه ايه يعني، هو بدقن وخلاص، واحد بدقن وبتقولك عليه لواء. انا ماليش علاقه بقصه اخوان ومؤيدين زي ما قلت لكم، انا ليه علاقه بقصه معارض ومؤيد. انا بالنسبه لي الاخوان او اي حكم غير وسطي بالنسبه لي ما كانش ينفع يحكم مصر. انا بالنسبه لي بلدي لازم لما يحكمها حكم يكون وسطي، ولا ديني متشدد ولا الكلام اللي كان بيحصل ده. انا ما بحبش الكلام ده، ويفضل ان انا جيشي هو اللي يحكم او حكم عسكري، علشان انا واحده مؤمنه ان الموقع الجغرافي بتاع بلدي ما يصلحش معانا كده. انا بلدي مستهدفه، فلازم بلدي تبقى تحت حمايه جيشها دايما، وان يكون الرئيس بتاعها فاهم الهيموجرافي بتاعها وفاهم كل الحاجات دي، مش موضوع. المهم نرجع بقى تاني ايه، جابت لنا واحد اسمه حاتم بياخد فيها ده، طلع يشتمني ويسبني ويقول لك ايه، اصل امي شتمتني بامي. لا يرحم امك، انت شتمت امل وعماله بوسي ترمي لك دعم، فانت بايعها بالدعم والفلوس. انت عمال تهري وتنكت عليها وتقولي ان انت عايشه في الامارات وبتعملي ايه مش عارفه ايه. بابا انا عايشه بفلوسي، انا مش زي الكلب الدعم. يلا انا اللي بصرفه في يوم
ياكل بيتكم في شهر، فاهمني؟ ياكل بيتك في شهر. فبالنسبه لي انت واحد طالع تهوهو. انت طبعا اتروقت وشفت لايفي كان عامل ازاي، وانت لايفك عمال ايه؟ يالا من الدعم اللي بيترمي. مسافه ما الدعم يخلص فانا عايزاها تصرف وتكلف، عشان هي لما هتصرف وتكلف هي اللي جاي لها سواد. هي مفيش حاجه في ليها من اللي بتنزل هتتشاف، وبتنزل في الفيسبوك في صفحات كتير بتشير وناس كتير بدات تتفرج. ده زائد اليوتيوب اللي اتعمل النهارده، ده زائد انت كمان. واسال عليا، اسال عليا في جرجة في الصعيد، هيقول لك بسم الله ما شاء الله حد عمل لها حاجه من الصعيد، الصعيد كله كان بيتفرج عليه. اسال عليا بالفيديو ابو عبايه وقمطه، الصعيد كله اتفرج عليه. 185,000 مشاهده. هشهرك هشهيصك عادي. فيلا زيد كده واقبض، واتقل تتكيف تستعجل تتليف. انا ما بستعجلش على حاجه، انا بحب امشي يواش يواش وعلى هادي يا زبدي، خلي ام سرمة نادي. طبعا بشكر محمود فريش ان هو اعلن انسحابه من الحوار، وان هو بره عنه الحوار، لان هو فعلا ما كانش طرف من الحوار. واي حد بينسحب وهو مش طرف في الحوار، يا ابني انت نجيت بنفسك، لان دي الشخصيه دي عليها علامات استفهام. واي واحد بيحسب نفسه على المؤيدين هو بينبطح هو اصلا وبيكذب، ولا بيقول ان دي مؤيده، لا انت ممسوك عليك ماسكه حالتها. لان مفيش حد بيكون كان في اقصى اليسار يرجع لاقصى اليمين بالشكل ده، وفي اقل من 6 شهور اوبجكشن ويقعد يشتم في مؤيدين ومعارضين. ولا في حد هنا على الابليكيشن ده جهه امنيه، ولو جهه امنيه عمره ما هيطلع يقول ان هو جهه امنيه. دي بتاخد في الليل، واسمها وامها اسمها عطيه، وشك في الحيط وقفك ليا. فدي واحده طالعه تضحك عليكم. فلو سمحتوا كمان الناس اللي بتحاول تتدخل في الحوار بحجه ان احنا نتكلم او نفهم، لو سمحتوا ما تفتحوش الموضوع على منصتكم. انا منصتي بفتح عليها موضوعات. انا واحده عمري ما بروح اتخانق على لايف حد، وما بحبش الكلام ده. انا بحب يوم ما اتخانق اطلع الشخص ده على لايفي عشان اسمعه البط والوز براحتي، عشان اقول الريان يا فجل براحتي، تعجبني انزحتي. المهم ان انا واحده ما بحبش حد يتدخل لي في حوار. عندي ناس بتتدخل، عندي ناس بتتدخل، بس برضه هم عارفين نظامي الحوار يبقى عندنا عشان احنا نسيطر. ما ينفعش ان ايه واحده زي دي تبقى قاعده وسط رجال تقول لها مسكت انت. فين رجولتكم؟ فين؟ اين الرجوله اراها؟ ولا في واحده زي دي تطلع تمرر عندكم كلام لا يصدقه عقل؟ اين الرجوله اراها؟ تطلع تقول لكم اصل انا بيجيلي معلومات، اصل انا معايا تهويلات، دي بتاخد بالساعات. اوبجكشن، دي واخده فيها بالساعات يا جماعه. تحويلات ايه يما؟ وسكرينات ايه يما؟ ومعلومات ايه يما؟ انت مالك انت؟ اي حد الدوله عايزاه بتحط على قوايم. اي حد الدوله عاوزاه هي عارفه طريقه. ما الدوله ما عينتكمش مخابرات. نيجي للكلب حاتم ده تاني بيقول لك اصل عشان طلعتي استاذ سمكه. يلا استاذ سمكه انا لسه قبل صداقته من يومين، بس لانه كايدكوا كده ومفيش برضو دليل ان هو زي ما انتوا بتقولوا من هناك. مفيش دليل، محدش جاب لنا جواز سفره، يعني محدش اصلا عارف اسمه الحقيقي. ده واحد بيهزر زي ما كل بيهزر ويهبط. فاكرين نفسكم رؤساء مراجيح مولد النبي مثلا طالعين تعدلوا على الناس وتعلموهم؟ اوبجكشن، لا ما كل قرد يلزم شجرته وكل كلب يلعب في حارته. جاتكوا نيله. ايه اللي انتوا فيه ده؟ انتوا بجد بعقلكم ولا حد لعب فيه زي ما لعب فيها؟ ما هو ده اكيد كده. الموضوع فيه ان انتوا تسمحوا لواحده زي دي تهري وتقولي الكلام ده، يبقى في حاجه غلط. وان انتوا تقولوا فلان يطلع وفلان ينزل عند حد، تصرفوش علينا. اللي بيدينا حاجه يمنعها، ما يشغلنيش. يلا كفايه عليكم كده. كان معكم رانيا سمير، والسلامات وتشاو بالكاكاو، وشوفوا صورها هي وابوها وشوفوا حاتم. يلا باي باي. واللي متغاظ مننا يعمل زينا، واهري يا مهري وانا على مهلي.